البلطجة مش مجرد كلمة، لا دي ظاهرة بقت زي الكابوس في شوارعنا. ناس عاديين رايحين شغلهم أو راجعين من مشوار بيتحول يومهم لجحيم بسبب شوية بلطجية فاكرين نفسهم فوق القانون. تخيل كده تبقى ماشي في أمان الله في الشارع، راكب عربيتك أو حتى توك توك، وفجأة تلاقي وشوش غريبة طالعة قدامك، سكاكين ومطاوي أو حتى طبنجات. ساعتها قلبك بينط من مكانه وتفهم إنك وقعت في مصيدة البلطجية. البلطجي ده ممكن تلاقيه لابس عادي، شكله شخص عادي طبيعي، لكن في ثانية يطلع سلاح أبيض أو يوقف التوك توك بتاعك في نص الليل ويقولك انزل يلا هات اللي في جيبك. وفي حالات تانية الموضوع ما بيقتصرش على السرقة، لأ ده ممكن يبقى فيه تهديد بالقتل أو حتى الخطف، وتحول الطريق العام اللي هو أصلا المفروض يبقى مكان آمن لكل الناس لمسرح جريمة مفتوحة. وعارفين ايه الأخطر بقى؟ ان للأسف في ناس بتسكت وبتتنازل لمجرد انها تخرج من الموقف بالسلامة، لكن النتيجة ان البلطجي ده بيتشجع اكتر واكتر. تعالوا كده احكي لكم على موقف تقريبا بيتكرر كل يوم. عربية بتقف على جنب الطريق عشان الزحمة، فجأة يطلع لهم 2 بلطجية على موتوسيكل، واحد معاه مطوة يوقف العربية ويخوف السواق، واللي قاعد جنب السواق يفضل يترعش من الخوف، وفي ثانية يفتحوا الباب وياخدوا الموبايلات والمحافظ ويمشوا وكأن مفيش اي حاجة حصلت. تعال بقى شوف في الحارات البلطجية دول بيبقوا ملوك. تلاقي واحد قاعد على الناصية واللي يعدي لازم يدفع اتاوة، سواء صاحب توك توك، ميكروباص